أرادوا أن يزيلوا المبدأ الأصيل: كبير يطاع في غير معصية، أب في بيته يطاع. فهدموا ذلك حتى صارت الطاعة للمرأة أو لمن دونها، ولم يصل لأحد في الأسرة طاعة، وهذا ما هو عند الغضب. حتى في المدرسة، في حجرة الدرس، كبير يطاع في غير معصية. في الكتاب، كبير يطاع في غير معصية. في المسجد، كبير يطاع في غير معصية. إمام من ساواه لم يكن محسنا، ومن سبقه كان مسيئا مبطلا. كبير يطاع في غير معصية، فإذا عصى الله رب العالمين فلا سمع ولا طاعة. وكذا نظام الحكم في أصله إمام له السمع والطاعة في غير معصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيما أمر به من المعصية، وله السمع والطاعة فيما دون ذلك مما ليس بمعصية. ولا ينقض نظام الحكم ليتهاوى المجتمع ولتذهب هيبة الدولة وليصير الناس فوضى ولتطلق أيدي الناس في دماء الناس، والكاسب الوحيد الشيطان وجنده، الشيطان وحزبه. الخروج على ذي سلطان، من بيده السلطان ينبغي أن يطاع في غير معصية. هذه قاعدة الإسلام الذهبية، وأرادوا أن يزيلوها بالتوراة الماسونية، وقد بلغوا من ذلك المبالغ، فالله عز وجل حسيبهم، وهو وحده يعاملهم بعدله، وينجي المسلمين المساكين من عموم الشعب الذي لا ثار ولا فار، وإنما استنكر صامتا ووقف خاشعا أمام ثلة أوهم العالم أنها الشعب كله، وهيهات ما تبلغ وما تكون. أسأل الله عز وجل أن ينجي وطننا وأوطان المسلمين من كل سوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.